بسم الله الرحمن الرحيم. الربيع بن خثيم رحمه الله كان يقوم الليل فوصل عند آية فتوقف عندها، يقول من سمعه ظل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. أحيانا بعض الآيات تجعلك وأنت تقرأ القرآن ما تستطيع أن تتجاوزها. هذا هو التدبر، هذا هو التفكر، هذا هو تعقل القرآن. أحيانا ما تستطيع من قوة الآية وشدتها ما تستطيع أن تتجاوزها. ما الآية التي أوقفته؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. حسب هؤلاء أن يجعلهم الله كأولئك؟ ما يصير. سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الربيع كان قلبه متعلق بالقرآن، يتأثر. يوم من الأيام كان يمشي مع شيخه عبد الله بن مسعود، يمشي في الطريق فرأوا حدادا يضرب الحديدة على النار والنار حامية، فقرأ عبد الله بن مسعود هكذا، تذكر هذه الآية فقرأها فصعق الربيع. تذكر النار فقرأ عبد الله بن مسعود إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فأغمي على الربيع من شدة خوفه من هذه الآية. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. يقول محمد بن القاسم كنا نتعجب لما عبد الله بن المبارك رفع شأنه بين الناس. يقول حتى جاء سفر من الأسفار كنت معه، وفي الليل كنا في مكان فانطفأ المصباح فقمت لأشعل المصباح مرة أخرى. يقول فلما أشعلته وجدته يبكي وقد ابتلت لحيته. يقول فألححت عليه أعرف لما بكى. يقول فأجابني بأنه تذكر الظلمة يوم القيامة، فعرفت بعدها لما رفع الله شأنه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. علي بن حسين زين العابدين في إحدى عمراته أو حجه قيل له لبي عند الميقات، لبي، توقف، لبي رحمك الله، خلاص بندخل الآن في المناسك، توقف. قالوا لما يعني تأخرت في التلبية؟ قال أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك ويقال لي لا لبيك ولا سعديك. شوف من يقول هالكلام. ثم لبى، يقول فاصفر لونه وتغير وجهه. كل هذا هو في عبادة مع هذا يخاف أن لا يتقبلها الله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلب خائف، أنهم إلى ربهم راجعون. جميل الإنسان يكون متفائل، يكون عنده الرجاء، نعم، وحسن الظن بالله، هذا لازم، لكن لازم مع هذا يكون أيضا في نوع من الخوف، إنه خوف ورجاء. هكذا عاش التابعون.